اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك سيدنا محمد الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة وقلت في حقه إجلالا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاج الجمال وألبسته لباس الكمال وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى صحبه والآل صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم والتواصل معكم مرة أخرى عبر هذه الحلقة من برنامج تعلق وتخلق. اليوم أخي الكريم أختي الكريمة غنتطرقوا لواحد الموضوع مهم جدا، والآن راح ندخلنا لباب التحلية، بمعنى الأخلاق اللي خاصنا احنا كمسلمين أن نتحلى بها، واللي قلنا بأنها ثقيلة جدا في ميزان العبد يوم القيامة، وهي أكثر شيء وأكثر سبب كيخلي الناس يدخلوا الجنة. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. قبل ما ندخل في الموضوع، قبل ما نقول لك الموضوع ديال حلقة اليوم، واش عمرك ما حضرتي مثلا في شي موقف او حكى لك شي واحد موقف، مثلا سيده غاديه في الطريق مثلا مسافره تزور والديها ولا عندها عمل في شي منطقه نائيه، ومشات بالسياره ديالها وفي منطقه جبليه مثلا الرويضه ديال السياره ديالها وقع فيها مشكل، وما كتعرفش كيفاش دير باش تتغير هذاك الاطار ديال السياره، هذيك الرويضه ما كتعرفش كيفاش، وفجاه كيوقف شي واحد ولد الناس وتيقول لها بلاتي لا انا نعاونك، وكيحيد هذيك الرويضه اللي خسرات وكيدير الرويضه الاخرى، وما كيبغي لا جزاء لا مقابل لا شيء، كيدير هذا الشيء فقط لوجه الله. او شي مرات مثلا كتوقع شي كارثه طبيعيه، مثلا نسال الله تعالى ان يدخل بلادنا دائره الالطاف وان يؤمننا مما نخاف وسائر بلاد المسلمين. كيوقع الله يحفظ شي زلزال، ولا كيوقع شي فيضان مثلا، ولا كيوقع شي حريق مثلا، وكتلقى ناس ما شاء الله عليهم كيفاش انهم يقدمون الاعانه ويقدمون المساعده وكيتعاونوا وكيتضامنوا فيما بينهم. شي مرات راه كتوقع شي حرائق اخي الكريم واختي الكريمه، وكتلقى شي ناس كيفاش ما شاء الله عليهم يسارعون لانقاذ يعني هذوك الناس المحصورين والمحاصرين بالنيران. او ملي تيوقع مثلا شي حادثه سير مثلا في شي منطقه جبليه مثلا، وكاين شي واحد مسكين يستغيث ومريض وكذا، وكيجي واحد وتيقدم يد المعونه ويد المساعده. الناس ديال الوقايه المدنيه والناس ديال الشرطه والناس ديال الدرك، يعني ملي كيقوموا بمجموعه من المواقف البطوليه في مواقف صعبه جدا. هاد الاخلاق هذه اخي الكريم واختي الكريمه شنو سميتها؟ هاد انك توقف واحد اللحظه اللي الواحد محتاجك ويلقاك راجل حاضر وتقدم يد المعونه ويد المساعده ولا تريد جزاء ولا شكورا. هذا الخلق سميته إغاثة الملهوف. شفتي في بعض الدول كيجيبوا هذاك تيديروا مسابقات وكيديروا يعني بعض الحفلات ولا بعض الأنشطة الثقافية، ويتم تكريم الناس اللي قاموا بهذا الدور ديال إغاثة الملهوف. أكثر واحد أخي أختي الكريمة تخلق بهذا الخلق على مدار الدنيا هو الحبيب المحبوب والشفيع المشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ينزل عليه الوحي وهو في غار حراء، وجاء صلى الله عليه وسلم عند السيدة خديجة يرتعد ويقول دثروني دثروني، فقالت له لالا خديجة رضي الله عنها وأرضاها: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، إلى غير أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظتي أخي الكريم، هذه من الشيم ديالو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم كنشوفوا بعض الامور، بعض المشاهد اللي يعني كتأزمنا في النفسيه ديالنا بكل صدق. ملي واحد كيقول لك مثلا ما دير خير ما يطرى باس، هذا راه هذه كلمه غير صحيحه بتاتا، بالعكس دير خير ما يطرى باس.
اليوم استولت الأنانية على واحد العدد ديال الناس، المصلحة الشخصية والمصلحة الذاتية، والواحد ولا كيفكر في الراحة ديالو، ما بقى باغي لا صداع، ما بقى باغي. فهذه أمراض في المجتمع. اليوم اللي كنشوفوا مثلا واقع كارثة مثلا، وهذه مشاهد أعتقد بأن معظمكم قد شاهد مثل هذا، أن مثلا شي سارق مثلا، يعني واحد البنت ولا واحد السيده مثلا في واحد الشارع في واحد اللحظه اللي ما كاينيش الماره، وحط عليها يعني شي سلاح ويهددها باش تعطيه الهاتف ديالها ولا باش تعطيه الحقيبه ديالها، وكيجي واحد ولا كذا واقف وشاد التليفون ديالو وكيصور. تخيل اخي الكريم واختي الكريمه، او واحد كيغرق مثلا وكتوقع عليه واحد وكيجي واحد شاد التليفون وكيصور. فهنا إغاثة الملهوف شنو هي؟ هي أن تقدم يد المساعدة، هي أنه تكون عندك النخوة، تكون عندك المروءة، تكون عندك الشجاعة، أن الإنسان بالدارجة حنا تنقولوا تكون راجل، أن الإنسان تكون فيه الرجولة. لاحظتي شتي ملي كنتكلموا على الرجولة راه ما كنقصدوش بها الذكورة والأنوثة، لا، الرجولة هي صفة قد تكون في الرجل وقد تكون في المرأة، قد تكون في الذكر وقد تكون في الأنثى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخي الكريم واختي الكريمة كان راجل منذ طفولته، خلاه الأب ديالو وهو في بطن أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى السلام، دوز واحد المدة عند السيدة حليمة ديال الرضاع، من بعد رجع لعند لاله أمينة الأم ديالو. فاش دار 6 سنين قالت له يلا تمشي معايا للمدينة، بغيت نزور الأخوال ديالك بني النجار. ومشى هو وياها وأم أيبان، ومشاو في هذيك الرحلة للمدينة. في الطريق ديال العودة يعني شعرت ببعض الألم وخافت من الموت، لأن اشتد عليها المرض وكتشوف بأن ولدها صغير ما عندوش الأب، والولد باقي في 6 سنين. فهنايا ملي اشتد عليها الألم وأيقنت بأنه الفراق، وبأنها راحلة عن الدنيا، وبأنها ستترك هذا الغلام الصغير، هذا الطفل الصغير اللي عنده 6 سنين، أخذته إلى حضنها وضمته إليها وعنقاته واحد التعنيقة ديال الوداع، وقالت له كن رجلا يا ولدي. آخر كلمة قالتها السيدة أمينة رضي الله عنها لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت له هكذا كن رجلا يا ولدي. وكان رجلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو طفل صغير وكان راجل، كتحس بأنه راجل. في كتب السيرة نقرأ بأنه مشى كيشتغل في رعي الأغنام وهو ولد 8 سنين 9 سنين 10 سنين. كانت فيه الشهامة، كانت فيه المروءة، كانت فيه النخوة، كانت فيه يعني مد يد المساعدة ويد المعونة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان رجلا بين الرجال، وكان بطلا بين الأبطال، بل كان سيد الرجال وسيد الأبطال عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإلا مشيتي فتشتي في السيرة النبوية غتلقى قصص كثيرة ديال الأخلاق ديالو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أخي الكريم واختي الكريمة بعض الشباب يعتقد بأن الرجولة شنو هي المظهر، هي أنه يمشي لقاعة الرياضة ويحمل الأثقال ويربي العضلات، ويعتقد بأن الرجولة هي واحد العطر فواح، هي ملابس أنيقة. الرجولة هي النخوة، هي الشجاعة، هي المروءة، هي إغاثة الملهوف، أقدم يد المساعدة، أؤثر الأخلاق على المصلحة الذاتية، على المصلحة الشخصية، أؤثر مكارم الأخلاق على الراحة ديالي وعلى الطمأنينة ديالي. ياك واللي كيخلي الناس اليوم لا يقدموا اليد المساعدة تيقول لك أنا باغي راحة البال، تيقول لك وما دير خير ما يطرى باس. وحنا كمسلمين كمؤمنين عندنا واحد الحاجة سميتها الإيمان بالقضاء والقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أخي الكريم واختي الكريمة، إلى قريتي القرآن الكريم غادي تلقى فيه نماذج ديال الرجولة. غتلقى واحد القصة ديال سيدنا موسى عليه السلام ملي وصاه ذاك الرجل المصري قال له اخرج إني لك من الناصحين، خرج من مصر وبقى غادي مسافات طويلة جدا حتى ورد ماء مدين.
تقطعت نعاله، ما لقى ما ياكل في هذيك المده كلها، في الخلا والصحاري والقفار، ما كاين ماء، ما كاين، يعني دوز واحد الرحله شاقه جدا، منهك جدا. في هذه الرحله اخي الكريم اختي الكريمه عانى سيدنا موسى الامرين. كان تيبات في العراء في الخلاء، كان ما لاقيش الاكل الذي ياكل، حتى انه كان ياكل ورق الاشجار. هذا موسى الكليم اللي اصطفاه الله تبارك وتعالى برسالته وبكلامه على الخلق. سيدنا موسى وصل لواحد البلاصه فيها واحد البير في مدين، وجلس تحت شجره يعني كيرتاح وكذا. فكيبان لي بان الرعاة ديال الاغنام جايبين الاغنام ديالهم ويسقون لتلك الاغنام، وواحد القوه والمدافعه والرجاله الاقوياء يتدافعون فيما بينهم. وكيبانوا لي واحد زوج البنيتات يغلب عليهم طابع الحياء، كيبانوا بانهم مؤدبات متخلقات، ما بغاوش يتزاحموا مع الرجاله، ما بغاوش يعني واقفين بعيد كيتسناو امتى تخوى ديك الدنيا باش يمشيو هما يسقيو لهذيك الاغنام ديالهم. تخيل بان سيدنا موسى ما جلسش وقال وصافي وانا مالي، راسي يا راسي، ما كانش اناني عليه السلام، بل جمع الوقفه وهو المنهك المتعب الجائع. مشى عند هذوك البنيتات قال لهم ما خطبكما، مالكم واقفين هنايا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، احنا حتى يمشيو هاد الرعاة هادو يمشيو، عاد حنا غادي نجيو ان شاء الله، لان ما قادرينش، حنا ما عندناش الجهد وما عندناش القوه. واش سيدنا موسى سمع هاد الكلمات وصافي ورجع لبلاصتو فين كان؟ مشى وقال لهم اروا لي، انا اللي غادي نمشي نسقي لكم، انا اللي غنتكلف بهذه المهمه. ودخل وسط هذوك الرجال وكان قويا عليه السلام، ودخل وسقى لهم وجاب وسقاو الاغنام ديالهم وعمروا ذاك الماء اللي بغاو، ورجعوا لدارهم. اول مره غادي يرجعوا بكري، فتيقول لهم باباهم اليوم رجعتوا بكري، شنو ياك لاباس؟ واش ما جاتها شي واحد ولا شنو واقع اليوم؟ فحكات ليه القصه بانبهار باندهاش باعجاب، وقالت له راه لقينا واحد الشاب ما شاء الله عليه يا ابي، وكيفاش انه غض البصر ديالو، وكيفاش انه فيه الحياء وفيه الاحترام وفيه النخوه، وكيفاش الله يجازي عنا خير الجزاء. اغاثنا، كنا غنبقاو واقفين في الشموشات وفي التعب وفي العيا، الله يكبر بيه كيف كبر بينا. ففهم الاب بانه راه طاح على واحد المعدن نفيس جدا، طاح على واحد الحجر كريم جدا، هذا نبي الله، هذا كليم الله. فقال البنت عافاك بنتي سيري عيط عليه قولي ليه يجي، راني غادي نعطيه واحد المكافأة. والقصة راه معروفة، اللي بغى يقراها راه في سورة القصص، كيفاش أنه رجع عنده ومشى لعنده وقالت له يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إغاثة الملهوف. شوفوا شنو جابت لسيدنا موسى، جابت له مسكن اخي الكريم اختي الكريمه، غير يسكن مع هاد الناس، جابت له اكل وجابت له شرب وجابت له خدمه غادي يشتغل عندهم، بل اكثر من هذا وهذا وذاك انه تناسب مع هذه الاسره الشريفه العفيفه، اسره العلم واسره التقوى والاخلاق والورع، وتزوج منهم. لاحظتي اخي الكريم جبر الخواطر ماذا يصنع سيد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونختم بهذه القصه، انه في يوم من الايام جاء رجل من اهل اليمن اسمه الإراشي، جاء الى زعماء مكه، وكانوا يجلسون في احد منتديات مكه، وقالوا له، وقال هذا الإراشي قال لهاد الناس هادو، قال لهم الله يخليكم، راه ابو جهل راني بعت ليه بعض الإبل، وراه وعدني بانه غادي يخلصني، والان راه يماطلني، ما باغيش يعطيني فلوسي، ما باغيش يعطيني هذاك المال الذي يعني كنتسالوا ليه. فعافاكم شكون فيكم اللي ممكن يشوف لنا شي حل؟ فهاد الزعماء ديال مكه يعني بغاو يستغلوا هذه الفرصه هذه للاستهزاء وللسخريه من رسول الله. قالوا له شتي داك الرجل اللي كاين حدا الكعبه؟ قال لهم اييه. قالوا ليه هذاك راه صديق حميم ديال ابو جهل، هذاك الا قالها لابو جهل ما غاديش يردها في وجهه. وطبعا هذا كله من باب الاستهزاء ومن باب السخريه، لانهم كيعرفوا العداوه ديال ابو جهل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل على نيته مشى عند سيدنا محمد وهو لا يعرفه، قال له يا اخ العرب ارسلني اليك القوم، راه المشكله ديالي راه ابو جهل كنتسالو شي فلوس ما بغاش يعطيهم ليا، وراه قالوا لي راه صديق ديالك وراه ما تيرداش في وجهك. قال له زيد يلا مرحبا بك يلا معايا. شتي النخوه؟
شتي إغاثة الملهوف، وهو اللي كيعرف العداوة ديال أبو جهل والشدة ديالو والقوة ديالو. فدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباب على أبو جهل وقال له أعطي للسيد المال ديالو. هنا أخي الكريم وأختي الكريمة، أبو جهل ما لقى إلا أنه يهز الفلوس وتعطيهم للسيد، والرجل يشكر سيدنا محمد وكيقول جزاك الله عني خيرا بارك الله فيك، ومشى عند هذوك الناس وتيقول لهم الله يجازيكم بخير اللي دليتوني على هذا السيد، راني قضيت الغرض ديالي. فهما تيقولوا لأبو جهل كي درتي ياك هذا محمد عدو ديالك وأطعته؟ قال لهم لما فتحت الباب رأيت خلفه فحلا من الإبل فاتحا فمه فتملكني الرعب. شاف الله تعالى خلق ليه واحد الصورة، فشاهد واحد المخلوق مفزع مرعب، فما كان منه إلا أن أعطى الرجل ماله. هنا كيبان لك الأخلاق ديال سيدنا محمد، إغاثة الملهوف. الله يوفقني وإياكم لأن نتخلق بمكارم الأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.